ممتاز. ادي زميلنا كريم مع كابتن قفشه الحقيقه ما شاء الله بيقدم مستويات ممتازه. وده حمزه عبد الكريم، افتكروا اسم حمزه عبد الكريم. حمزه ده من اللعيبه الهايلين. خالد عبد الفتاح انتوا عارفين كان عنده عقوبه الايقاف. كابتن سامي قمصان ده حبيب الكل. كابتن محمد الشناوي، عمر الساعي لسه ما ضحكتش قوي عمر الساعي في الاهداف، لكن كل ما بيلعب كل ما بينال ثقه جماهير النادي الاهلي، كل ما بينال احترام جمهور النادي الاهلي. ادي كابتن النادي محمد الشناوي لم يشارك بالامس، وشارك مصطفى شوبير، وبقينا مطمنين جدا. يشارك الشناوي، يشارك شوبير، يشارك حمزه، يشارك مصطفى مخلوف، وفي النهارده كمان الولد يوسف صنديد ده من الحراس اللي مواليد 2008 هو الاخر شارك في مران اليوم. اصبحنا مطمئنين بقوه. ده صنديد عشان تبقوا عارفين، حتى اسمه قابل للشهره كمان. مصطفى مخلوف لم يشارك، لكنه دائما وابدا موجود في مران النادي الاهلي. خلاص بقينا، زمان كانت في نغمه الاهلي محتاج حارس مرمى، دلوقتي الاهلي بسم الله ما شاء الله عنده ذخيره حراس مرمى. وسام ابو علي هقول لكم خبر عنه في الحصري بعد قليل باذن الله، لانه برضو من اخبار الهبد اللي كانت موجوده ان وسام غاب على التمرين واللي بيضغط على النادي وعنده عروض عشان هيروح اوروبا. بالمناسبه موسم الانتقالات تم غلقه في اوروبا. تخلى عن النضاره اشرف داري الحمد لله، واهو بدا التدريبات. وياسر ابراهيم بقى يحيى عطيه الله متاسف. وادي ياسر ابراهيم قدامه شويه وقت لسه ياسر، ويحيى عطيه الله ايضا لسه قدامه شويه وقت، لكنه الكل بيعمل على قدم وساق. ودايما الشاطر اللي استغل الفرص، يعني كل الناس. ادي علي معلول ما زال متواجد في مران النادي الاهلي، وما زلنا بنامل جميعا في سماع خبر طيب. موقفي هيظل كما هو من علي معلول، يعني انا قصتي مع علي معلول انا هفضل على رايي، هفضل على وجهه نظري، ان اتمنى انه علي يكمل على الاقل حتى نهايه الموسم مع النادي الاهلي. علي بيتمرن بجديه شديده جدا جدا جدا، وباخلاص وبتركيز، وكانه كل مباراه موجود في الفرقه. انا امنياتي الشديده وامنياتي القلبيه وكل اللي انا اتمناه انه يعني يكون موجود ان شاء الله في قائمه النادي الاهلي. اشرف داري بيقترب من الشفاء ومن العوده الى قائمه الفريق باذن الله. ايضا بنتمنى لاشرف داري انه ان شاء الله يعود سريعا الى يعني الملاعب بعد الاصابه اللي يعني عطلته كتير جدا جدا. واولادنا بقى وشبابنا، ادي احمد رضا، وادي ابو الخير، وادي الولاد كلهم حاجه ممتازه وحاجه عظيمه داخل النادي الاهلي. التمرير النادي الاهلي الحقيقه دائما وابدا كده بيبين لك المعدن بتاع لعيبه النادي الاهلي. وعايز اقول لكم الحقيقه لما النادي الاهلي بيكسب بتبقى في حاله كده من السعاده في الشارع المصري، حاله من الفرحه داخل الشارع المصري بالفوز بالانتصار بالنجاحات. ودي رساله من جماهير النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي. احنا كلنا محتاجينكم. عمر كمال عبد الواحد يلعب ربع، يلعب نص، يلعب المباراه، ما عندوش مشكله. واكرم توفيق ونظره الى المستقبل. طبعا اكرم بيتعرض لهجوم من جماهير النادي الاهلي، وهذا الهجوم يا اكرم بيدل على ان الناس بتحبك، والناس يعني كانت يعني بتضع امال كبيره جدا عليك وفيك، لكنه هذه هي كرة القدم، ولا احد يعني يعلم اي شيء. الله اعلم في القادم هيكون شكله عامل ازاي. المهم ان احنا كنادي الاهلي نستفيد من كل الولاد. حمزه عبد الكريم واحمد حسن كوكا اللي كان موجود في دكه البدلاء بالامس. انا عايز نفسي في حمزه ده يترمي في الجيم مثلا كل يوم 3 4 5 ساعات مع التمرين بتاع الفريق، لان عندي حاجات كتيره جدا. ده احمد نبيل كوكا، بنتلخبط كوكا احمد حسن وكوكا احمد نبيل، لكن الاثنين من ابناء النادي الاهلي. ده خبرنا الحصري الاول، وكان عن اشرف بن شرقي وعن مران النادي الاهلي.